اخوان اليوم كما تعلمون كانت اول جلسه محاكمه اليوتيوبر المسمى بنسنس، عرفت واحد الحضور كثيف في المجتمع المدني ممثل في جمعيات مختلف انحاء المملكه المغربيه، لان ذاك الفيديو كما تعلمون اثار استياء المغاربه جميعا. كانت اول جلسه المحاكمه ديالو، النيابه العامه تقدمت بواحد المتابعه اصلاحيه في اطار الاساءه للدين الاسلامي طبقا لمقتضيات الماده 267/5، وبالتالي فالدفاع ديالو كذلك تقدم بواحد الملتمسات، يعني ملتمسات اوليه. سجلنا التنصيب ديالنا كمطالبين بالحق المدني. تاخر الملف في الجلسه المقبله ان شاء الله غنحضروا كذلك ونستمروا في النضال في مكافحه اولا المحتوى الرقمي الحاط يعني بالاخلاق وبالقيم، كذلك في محاربه كل الاشخاص المعتدين على الحيوانات وعلى البيئه باختلاف مكوناتها. اجدد الشكر للقضاء على مستوى القضاء الرئاسي على مستوى المحكمه الابتدائيه بتماره، اجدد الشكر كذلك للسيد وكيل الملك اللي عطى اهميه القصوى يعني مثل كانت الملفات مثل جميع الملفات لهذا الملف، وخير دليل على انه مباشره تم نشر الفيديو، تم تفعيل المسطره في حقه مسطره قانونيه، وتم توقيفه وتم متابعته. كذلك لا تفوتني الفرصه ان احيي المجتمع المدني البناء الخلوق المواطن الذي يدافع عن القيم، يدافع عن الحيوان، يدافع عن البيئه، وبصفتي مدافع عن حقوق الانسان، بصفتي رئيس الجمعيه المغربيه لحمايه البيئه والطيور، ادعو المجتمع المدني الى التكتل في اطار خلايا، في اطار انظمه قانونيه من اجل التصدي لمختلف الانحلالات، مختلف الخروقات، مختلف الاعتداءات على الحيوانات. لان بنسنس هو إن كان يوتيوبر وكان الفيديو ديالو ينشر على الملايين، فذلك فالقاصرين ومجموعه من الاشخاص يتخذونه قدوه، وبالتالي فينا نحتمل على انهم يقوموا بنفس الافعال. وبالتالي طالما هناك جريمه، طالما هناك اعتداء على الحيوانات، يجب ان تكون مضادات، وهذه المضادات هي المجتمع المدني البناء اللي حضر اليوم. لا تفوتني الفرصه انني نشكر رئيسه جمعيه صول لحمايه الحيوان الاستاذه أميمة بن عيشه، المناضله الشريفه التي وقفت سدا يعني امام الاختلالات. كذلك اشكر جميع الفعاليات المجتمع المدني، الجمعيات اللي جات من تطوان، الجمعيات اللي جات من وجده، الجمعيات اللي جات من الدار البيضاء. اشكر كذلك الاعلام البناء، ولكم مني خالصه تحيه اقتدار الاحترام والتقدير. التهم الموجهه لك كما قلنا البارح ان مجموعه من التهم، اولها الاساءه للدين الاسلامي اللي اليوم كان فيه واحد المتابعه اصلاحيه المنصوص عليه وعلى عقوبته في مقتضيات الماده 267/5 من القانون الجنائي، التهديد بارتكاب جنايه، كذلك التهديد بارتكاب جنح، التهديد بالقتل وبتر حيوان المنصوص عليه على الجريمه وعقوبته في مقتضيات الماده 602 من القانون الجنائي. والعقوبه القانون الجنائي الاساءه للدين الاسلامي العقوبه من 2 إلى 5 سنوات، وباقي الافعال هي عندها عقوبات مفصله. انا سميتي أميمة بن عيشه، رئيسه جمعيه الحيوان صول بعين عتيق. اليوم حنا جينا لبينا الدعوه، جينا للمحكمه نشوفوا هذا السيد هذا يعني شنو دار مع القضاء، وحنا كنثيقوا في القضاء المغربي بان قضاء نازي. اليوم تاجلت الدعوه، ولكن عندنا ان شاء الله السيمانه الجايه نكملوا نشوفوا شنو دار معاه القضاء. هذا السيد اللي هو كان كيقدم واحد المحتوى فيه العنف وفيه الساديه، واللي حنا كجمعيه حقوقيه ما غاديش نخليو هذا السيد يكمل في هذا الشيء هذا اللي كيدير. وحنا كحق كنمثلوا الحق المدني، يعني عندنا الحق نتدخلوا، وهذا السيد خاصو تحيد ليه القناه ويتاخذوا في حق ديالو العقوبه. يكون عبره لاي واحد اللي كيتعدى الحيوانات، يكون هذا السيد هذا عبره لهم. وشكرا. محمد أمزيان، رئيس 5 جمعيات حقوقيه فيها حقوق الانسان ومحاربه الفساد والرفق بالحيوان في 3 المدن، مرتيل وتطوان وبالمضيق. حنا تقدمنا بواحد الشكايه في مواجهه هذا اللي قتل الحيوان في نهار العيد، ذبح ديك الحيوان. جينا اليوم اكدنا الشكايه ديالنا وحضرنا الجلسه باش كان دفعنا مطالب مدنيه، وكنستناو القضاء يقول الكلمه ديالو في هذه النازله هذه. ياسمين الجوهري، مدافعه على الحيوانات. احنا اليوم كنا في الجلسه ديال على اثر ذاك الفيديو اللي خرج به المدعو بالنسنس، اللي هو فيه كنشوفوا حنايا فيه انتهاك ديال واحد الشريعه الدينيه ديالنا حنا كمسلمين وكمغاربه. غنتكلم كمواطنه مغربيه وكمسلمه. هذا الشيء مرفوض تماما. حنا بالنسنس تعدى على الشريعه ديالنا وهانها، إذ أنه ذكر أنه عيد على كلب بدل ما يعيد على كبش. جاه غالي الكبش، عيد على كلب، وهذا الشيء مرفوض تماما. داكشي علاش حنا جينا باش نساندوا وباش نقولوا بأن هذا الشيء مرفوض، حتى
في الجانب الانساني، الجانب من جميع الجوانب. هذا الشيء مرفوض تماما. فيما يخص الحيوانات، هاد بالنسنس ماشي حاله في هذا المجتمع. هما كاينين بزاف ديال بالنسنس اللي يمكن هو الغلط ديالو انه، ولا الحاجه اللي دار هو انه بين هذاك السلوك ديالو العدواني تجاه الحيوانات، ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه. مي كاينين ناس اخرين اللي حتى هما كيتعداو على الحيوانات وما تنشوفوهمش. مي حنايا كمدافعين على الحيوانات كنعيشوا هذا الشيء يوميا. مؤخرا تعرض واحد الكلب للحرق، شفنا على وسائل التواصل الاجتماعي. بحال هذا النوع هادو خاصهم يتحاسبوا، حيت كينشروا لنا واحد العنف ضد الحيوان، واي واحد كيعنف الحيوان راه ممكن انه يعنف حتى الانسان. لذلك كنبغي السلطات والحكومه والقانون يتدخل باش يكون رادع بحال هاد الناس هادو. لا تنسوا متابعتنا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي.